ايه رايك؟ تيجي نكمل كلامنا هنا؟ طبعا كلكم شفتوا مسلسل المداح وتعرفوا الملك الأحمر اللي من أقوى الجن في المسلسل. بس مش كلكم تعرفوا إن الملك الأحمر ده مش مجرد شخصية درامية، لأ دي شخصية حقيقية اتذكرت في كتب وقصص قديمة. طيب مين هو الملك الأحمر؟ وهل هو فعلا من أقوى ملوك الجن؟ وهل كل الكلام اللي بيتقال عنه ده حقيقة؟ تعالوا نعرف الحكاية من الأول. في الفيديو ده هنتكلم عن أبو محرز الأحمر، حقيقته وقصته وإزاي اتذكر في التاريخ وكتب السحر. فخليكم معايا لآخر الفيديو عشان اللي هتسمعوه ممكن يغير نظرتكم تماما. الملك الأحمر أو أبو محرز الأحمر زي ما بيتقال في بعض الكتب واحد من أشهر ملوك الجن في التراث العربي. في ناس بتقول إنه من الجن العلويين المسلمين، وفي ناس بتقول إنه ليه علاقة بالسحر والتعامل مع البشر، وفي أساطير بتقول إنه ممكن يساعد أي حد لو استدعاه باحترام، لكن في نفس الوقت ممكن يكون خطر جدا لو استهزأ بيه أو استدعاه بطريقة غلط. في كتب السحر القديمة زي شمس المعارف الكبرى أو منبع أصول الحكمة اتذكر اسم أبو محرز الأحمر كواحد من الجن اللي لهم سلطة قوية في عالمهم. وفي ناس بتربطه بملوك الجن السبعة اللي لهم سلطة على البشر والسحرة. في قصص بتقول إنه كان بيظهر لناس كتير في أحلامهم أو في أماكن مهجورة، وكانوا لما يشوفوه بيحسوا بالخوف ورعب شديد حتى لو كانوا من المختصين في مجال السحر. وفي ناس بتقول إن لونه الأحمر ده مش مجرد لقب، لأ ده تعبير قوي عن طبيعته النارية، وإن مش أي حد يقدر يستدعيه ويتعامل معاه، لأن عواقب الموضوع ده ممكن تكون خطيرة لأبعد الحدود. لكن هل الكلام ده كله حقيقي ولا مجرد أساطير اتنقلت من جيل لجيل؟ دي حاجة محدش يقدر يجزم بيها، لكن اللي متأكدين منه إن اسمه اتذكر في كتب كتير قديمة على مر العصور. لكن السؤال هنا، هل الاسم ده مجرد خرافة ولا ليه جذور حقيقية؟ في ناس بتسأل هل ممكن استدعاء محرز الأحمر؟ الحقيقة إنه بيقال إن في بعض كتب السحر في طقوس معقدة ممكن إنها تجيب أي كائن من العالم الآخر، لكن اللعب في الحاجات دي خطر جدا، لأنك مش بس بتستدعي كائن قوي لكن كمان بتفتح باب مظلم لعالم تاني ممكن يكون الرجوع منه مستحيل. سواء كنت بتصدق في الحاجات دي أو بتعتبرها خرافات، مفيش شك إن اسم أبو محرز الأحمر ليه تاريخ غامض، والدراما زي مسلسل المداح قدرت تستغل الرعب النفسي اللي بيخلقه الاسم عشان تأثر على المشاهدين. لكن خليني أنصحك وأقولك إن مش كل حاجة بتقراها في الكتب ينفع تعملها، واللعب مع العالم الآخر حاجة مش سهلة. خليك محافظ على عقلك وقلبك بعيد عن الحاجات دي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة لو مش مشترك، وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عندك رأي أو قصة عن الموضوع ده اكتبهولي في الكومنتات. أشوفكم على خير الحلقة الجاية. السلام عليكم.